2022 المرسوم رقم 2/15/588 القاضي بفصل التكوين عن التوظيف، والمرسوم رقم 2/15/889 القاضي بتقسيم المنحة إلى أقل من النصف. قررت التنسيقية الوطنية القيام بخطوات صعيدية ضد سياسة التقشف، وخصصت التعليم التي تنهجها الحكومة في حق الشعب المغربي تطبيقا لتوصيات المؤتمر الدولي. يأتي تنظيم هذه المسيرة بمدينة تازة تنزيلا للبرنامج النضالي الوطني الذي سطرته التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، ردا على الممارسات الصبيانية، أقول الصبيانية، التي تنهجها الحكومة مع قضيتنا وعجزها عن إيجاد حل حكومة الكراكيز وحكومة الكراكيز بزاف عليك المراكز يا حكومة الكراكيز بزاف عليك المراكز. أقول جاءت هذه المسيرة ردا على الممارسات الصبيانية التي تنهجها الحكومة مع قضيتنا وعجزها عن إيجاد حل منطقي ومعقلا بعيدا عن كل الحلول التوقيعية في ظل المناورات التي تقوم بها الحكومة في حوارها الماراثوني وتضليلها للرأي العام. نتوعد الحكومة بمزيد من الخطوات التصعيدية دفاعا عن مجانية التعليم والحق في الوظيفة العمومية. وفي الأخير نعلن للرأي العام ما يلي: استمرارنا في خوض نضالاتنا حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة المتمثلة في إسقاط المرسومين المشؤومين وإرجاع كرامة الأستاذ، رفضنا القاطع للحلول الترقيعية، تنديدنا بكل أشكال القمع والحصار التي تطال الأساتذة المتدربين. يرقمعني والله ما تخلعني.